ده موسم التخليل الفسيخ. وانا النهارده هوريكم ازاي نعمل فسيخ بطريقه احترافيه ناجح 100% بدون ريحه كريهه او ريحه ريحه مش كويسه، ويطلع معانا طري ودايب بدون بكتيريا ولا تعفن. فسيخ فعلا صحي، يعني ما يبقاش معمول بطريقه كده عشوائيه زي الشارع وناكله يأثر علينا يجيب لنا اي امراض. فعشان كده انا بقدم الفيديو دوت، وانا فعلا يعني انا حابب قوي قوي الوصفه ديت، وحابب الفيديو ده ان انا بعمله ناجح قوي زي ما حضراتكم شايفين كده. ام محمد بتوريكم السمكه ازاي طازه. يبقى شيء مهم اساسي الفسيخ، السمك اللي هجيبه سمك بوري، نوعه بوري، يبقى حجمه كبير، كله مقاس واحد. يعني لو هجيب 4 سمكات 5 سمكات يبقى كله مقاس واحد، ويبقى كله وزن. مثلا انا جايب 4 سمكات 3 كيلو، التلاتة حجم واحد طول واحد عشان يبقى كله يستوي في وقت واحد. في البداية همسك السمكة بتاعتي هنضفها جيد جدا. طبعا انا متأكد ان دي سمكة طازة وجايبها من حد ثقة، سمكة مش بايتة. فهنضف الخياشيم كويس جدا. شايفين اللي بيقع منها كله الأتربة والطين اللي بيقع من الخياشيم واي حاجة فيها زرع. النظافة بقى دي شيء مهم. مش بعمل مية كده من بره على الجلد وخلاص، لا، ده انا بدخل المية جوه الخياشيم وبدخل المية جوه بق السمكة زي ما ام محمد بتوريكوا كده بالظبط. النظافة ده النظافة ديت مهم جدا عشان اوصل لفسيخ يكون نظيف، ما يكونش متعفن. انا عايز فسيخ سمك مملح وليس سمك متعفن. فانتوا زي ما حضراتكم شايفين كده، دول 4 سمكات كلهم وزن واحد وكلهم مقاس واحد. تمام. بعد ما غسلناهم كويس جدا، ام محمد بقى جابت مناديل قطن وبتبتدي تنشف الخياشيم من الدم. ده شيء مهم. طب احنا ليه بنعمل كده؟ عشان امنع تكون اي بكتيريا. الدم ده هيعمل تعفن، فطبعا انا مش عايز الكلام ده. اعمل ايه عشان اتخلص من الميه اللي انا شطفت بيها السمك؟ هجيب مناديل كل سمكايه كده وهدخلها في الخيشوم بتاعها وهنضف كويس جدا جدا لحد ما اتاكد ان السمكه دي ما بقاش فيها اي ميه. وبعدين هجيب زي ما حضراتكم شايفين كده ده شفشق، وهحط فيه 3 4 ورق مناديل، وهحط السمكه ببوزها ببقها كده في الشفشق على اساس ان هي هتصفي اي ميه جوه بطنها داخل المنديل اللي انا حاطه في الشفشق. يبقى الخطوة التالتة بعد ما هنشف السمك وهنشف الخياشيم من الدم، هجيب عندي الكيزان اللي عندي ديت او اي شيء طولي، ان انا احط السمكة. مش هنيمها على ظهرها، لا، ده انا هنيمها على بق السمكة كده او على بوزها زي ما حضراتكم شايفين بالظبط كده زي ما هي مورياكم. هسيب السمكة بالوضع ده وهغطيها عشان ما يلمش عليها لا هاموش ولا دبان. كل ده انا ممنع تكون اي بكتيريا ضاره تسيب السمكه بتاعتي. هسيبها بقى بالوضع ده تنشف مده لا تقل عن 12 ساعه. يعني هسيب السمكه تجف مده لا تقل عن 12 ساعه وانا مغطي السمك كله كده. عشان ايه؟ لا في دبانه ولا ناموسه ولا هاموشه. لان لو حصل حاجه زي كده يا جماعه فعلا السمك بيعفن، فعلا السمك بيعمل ريحه ناتنه وريحه وحشه. انا عايز اعمل سمك مملح، مش عايز اعمل سمك معفن او عامل ريحه نتنه. بعد ال 12 ساعه بالظبط، فعلا هي 12 ساعه كاملين، هتوريكم دلوقتي السمك طالع جاف جدا. بصوا بقى اهو، هتطلع وهتوريكم السمكايه الجلد بتاعها نشف لدرجه ان القشر بتاع السمكه بدأ يظهر قدامكم اهو. بتوريكم في ايديها ان مفيش في ميه خالص اهو. طيب الخطوه بقى بعد كده، يبقى الاولى احنا جبنا سمك طازه، الخطوه التانية غسلناه، الخطوه التالتة نشفناه من الدم والخياشيم، الخطوه الرابعه سيبناه يصفي ميته مده لا تقل عن 12 ساعه، الخطوه الخامسه الحركه اللي انتوا شايفينها ديت، تمسك السمك سمكايه سمكايه وتقعد تضغط على اللحم بتاعها كده تفكه من بعضه. ده بيعمل ايه؟ ده بيساعد على ان اللحم بتاع السمك يتخلل بسرعة، ولما اجي افتح السمكة الشوكة اللي في النص تطلع مني بكل سهولة،
والسمك يتخلل بسرعة جدا جدا بدون ما ينشف مني ويقعد فترة طويلة. شايفين؟ بتمسك كل سمكة سمكة وبتضغط عليها كده، بتفك اللحم من السلسلة بتاع السمكة بتاعتي. خطوات بسيطة ولكن هي مهمة، وبتساعد كتير جدا على نجاح السمك، وبتساعد اكتر ان يطلع الفسيخ بتاعي الطري زي المرهم، زي ما هوريكم النتيجة بتاعته. هو للاسف الفيديو وانا امكانياتي المونتاج عندي ضعيفة مش كبيرة، اللي ما مكنتنيش ان انا اوريكم الاتنين في فيديو واحد. فانا الفيديو دوت هوريكم ازاي طريقة التخليل الصحيحة زي ما احنا ماشيين مع بعض كده خطوات، والفيديو التاني هوريكم النتيجة ان شاء الله، ان هينزل بعديها على طول بنص ساعة ولا ساعة على طول. مكونات التخليل عندي بقى، اهم حاجة بقى يا جماعة، ده ملح رشيدي، ملح خشن مش ملح ناعم. التخليل بالملح الناعم مش صح. وده كركم، ودي قرون شطة وليست شطة ناعمة. مهم جدا يا جماعة نركز تاني، دي قرون شطة خشنة وانا ضاربها عندي في الكبة. والله قبل كده خللت فسيخ وعملته بشطة ناعمة، عملت ديدان وما كانتش كويسة، كان اتاري الشطة ما كانتش نظيفة وكان فيها بيض ديدان. فالشطة اللي هي القرون دي نفرمها ونستخدمها مع معلقة كركم مع الملح الرشيدي، ودي كوباية زيت. هم دولت المكونات بتاعتي. فخدت الملح الرشيدي بتاعي، حطيت عليهم معلقه الشطه على معلقه الكركم. الكركم يا جماعه من المضادات الحيويه والانتي، من الانتي بكتيريا جامده جدا، يعني من الحاجات المهمه جدا جدا اللي بتقتل البكتيريا وعدم تكونها. مضاد حيوي طبيعي قوي احنا لينا كبني ادمين. فتخيل بقى لما يتحط في التفسيخ يبقى عامل ازاي مع الشطه. وهنزل بنص كوبايه الزيت بس، نص كوبايه الزيت بس، ده خليط التمليح بتاعي. خليط التمليح بتاعي ملح رشيدي مش ملح ناعم. ايه الفرق بين الملح الرشيدي والناعم؟ الملح الناعم بيملح السمك قوي، يطلع السمك مالح جدا جدا. عشان كده لما نيجي ناكل فسيخ من الشارع نلاقي شفايفنا بتاكلنا وبنعضعض فيها، وده مش مطلوب وده مش صح. الملح الرشيدي ده بيستو ان هو بيدوب بصعوبة وما بيملحش قوي السمكة. تمام. بعد ما جهزت الخليط بتاعي زي ما حضراتكم شفتوا بقى، هبتدي همسك كل سمكايه، هحشي الخيشوم بتاعها زي ما انا بعمل زوم اهو بوريكم، بالملح بتاعي والشطه والكركم ونص كوبايه الزيت، واركنها على جنب اهو، واحده واحده مع بعض. كل خيشوم افتحه وهامله، شايفين حبايه الملح قد ايه؟ عامله زي حبايات الزلط كده. وهوريكم ان شاء الله باذن الله، يعني الفيديو اللي بعديه على طول، الجزء التاني على طول، ان الملح مش دايب. واوريكم وانا بفك السمكه ما شاء الله تبارك الله، يعني متخلله ومالحه ودايبه عامله زي المرهم. وفعلا والله انا اكلت منه مش مالح نهائي، مش مالح خالص، يعني طعمه جميل وريحته مش ريحه فسيخ، مش ريحه حاجه وحشه، مش ريحه حاجه منتنه كده يعني. خلصت اهي الاربع سمكات بملة الخياشيم بس اهو. هيفيد بقى معانا شويه ملح زي ما حضراتكم شايفين، وشويه شطه بالكركم، دولت هنعمل فيهم ايه هتشوفوا دلوقتي. يبقى اول خطوه حشينا الخياشيم بتاعت السمكه كويس جدا اهو. هنجيب بقى شنطه ونرص، نحط رشه ملح في الارضيه بتاعت الشنطه، وهتدخل السمكايه جوه الشنطه. كل سمكايه عكس التانية، يعني هي دخلت مثلا السمكايه ديت دماغها على اليمين زي ما حضراتكم شايفين، يبقى هتدخل السمكايه التانية هتبقى على الشمال. كل واحده عكس التانية بحيث تبقى نازلين مرصوصين، لان انا هلف اكتر من مره في شنطه وهضغط جامد هفرغ الهواء منه. بعد ما نزلت سمكتين هقوم حطت هي رشه ملح، وتقوم حاطه السمكتين التانيين كل واحده عكس اختها. الموضوع سهل جدا زي ما حضراتكم شايفين اهو. بصوا بقى، نبقى محضرين قد ايه اكياس؟ نص كيلو اكياس. نزلت هي بقى بكوبايه الزيت عشان تعمل عزل للحراره. الزيت ده هيحافظ على التخليل كويس جدا، وهيخلي السمك الجلد بتاعه يطلع لامع ويطلع طري، وكفاءته تبقى عاليه جدا. قفلت اهو، قفل بسيط خالص. شنطه بقى جوه شنطه. طب قد ايه شنط؟ انا استخدمت هنا حوالي ربع كيلو شنط، استخدمت ربع كيلو من الشنط. كم عدد الشنط؟ كتير. اهم حاجة ان انا امنع عنه
انه يدخل له هوا عشان ينجح معايا الفسيخ، ما يخشلهوش هوا. وكل شنطة هحطها واربط جامد. انا طبعا هنا اللي تدخلت بقى طبعا عشان ام محمد مش هتعرف تعصر جامد قوي تفرغ. وهبتدي اعمل ثقوب في الشنطة لحد ما اخرج الهوا. شايفين انا عمال بضغط ازاي؟ طبعا احنا الاتنين واقفين مع بعض، خبطنا البتاع دوت حامل الكاميرا. الثقوب ديت عشان اخرج الهوا والف الف الف واقوم رابط واحط في شنطة تاني. وبعد ما اخلص بقى اللي جاي ده بقى اهم حاجة، البلاستيك راب. البلاستيك راب ده هيكتفولي، هيخلولي كده عاملة زي لوحة الخشب. اهو بصوا لفيتها اهي. انا بعمل كده عشان هو على الوضع ده يتشحن يطلع بره يسافر. وطبعا كده كده العميل بيبقى عارف ان هو هيفتح عليه بعد 20 يوم في فصل الشتاء. انا هقول لكم بالظبط ازاي هنعرف ان هو استوى ونعمل ايه. طبعا جوه شنطه تاني بعد ما قفلت البلاستيك راب، خلاص انتوا شايفين حتى ان مفيش فيه نفس، مفيش فيه هوا خالص، اشفط الهوا كله تمام. طيب خلينا بقى كده واحنا بنكيس. احنا في فصل الشتاء وده سمك كبير، هيقعد قد ايه بالظبط؟ قعد معايا 20 يوم، وكل يوم اقلبه. يعني مثلا جيت النهارده الساعة 12 بالليل، قمت جيت تاني يوم الساعة 12 بالليل قمت قلبه على ظهره كل يوم كده جنب جنب. طبعا انا بغلفه في ظرف DHL عشان هو بيسافر بالوضع ده كده زي ما حضراتكم شايفين. بعد 20 يوم بالظبط يتفتح عليه ويبقى زي الزبدة. ده الشكل الطرد النهائي. طيب لو في الصيف، في الصيف من 10 ل 12 يوم. في الصيف يا جماعة من 10 ل 12 يوم. احنا لسه في فصل الشتاء داخلين على رمضان اهو، لسه برضو الدنيا ساقعة. فانا طلعته، انا بالظبط طلعته من يومين. انا طلعته اللهم صل على سيدنا محمد يوم 22 مارس. يوم 22 مارس. فانتوا طبعا هتبتدي تعملوا في رمضان، فهيبقى ممكن يقعد معاكم ان شاء الله باذن الله برضو من 15، من 12 ل 15 يوم. وكل يوم نقلبه جنب، كل يوم نقلبه على جنبه ونسيبه وما نفتحش عليه، نحطه في منطقة ضلمة وان شاء الله يطلع معاكم ناجح جدا. الفيديو اللي جاي هيبقى اوريكم طلع ازاي، مرهم ازاي، ولونه احمر شكله ازاي، مفيش المواد حاجة بكتيرية خالص. و باذن الرحمن هيعجبكم قوي 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 قوي. اتمنى اكون يا رب قدمت لكم معلومه سهله وبسيطه، وجزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.